Silakan. بسم الله الرحمن الرحيم يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا مهيز الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين 4 أحكام فخذ تبيني فالأول الإظهار قبل أحرفي للحق 6 رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام ب6 أتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنة بينمو علما إلا إذا كان بكلمة فلا تدغم كالدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررنه والثالث الإقلاب عند الباء ممن بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في 5 من بعد 10 رمزها في كلمة هذا البيت قد ضمنتها صف ذا ثنا كم جاد شخص قد ثما دم طيبا زد في تقاضع ظالما وغنى ميما ثم ننا شددا وسمي كل حرف غنة بدا والميم إن تسكن تجي قبل الهجاء لآلف لينة لذي الهجاء أحكامها 3 لمن ضبط إخفاء إدغام وإظهار فقط فالأول الإخفاء عند الباء وسميه الشفية للقراء والثاني إدغام بمثلها أتى وسمي إدغاما صغيرا يفتى والثالث الإظهار في البقية من أحرف وسميها شفية محذا لدى واو وفاء تختفي لقربها والاتحاد فاعرفي للام أن حلال قبل أحرفي أولاهما إظهارها فلتعرفي قبل 4 مع 10 خذ علمه من ابغي حجك وخف عقيمه ثانيهما إدغامها في 4 و10 أيضا ورمزها فعي تب ثم صل رحما تفز دفدان عم دأس أظن زر شريفا للكرم واللام الأولى سميها قمرية واللام الأخرى سميها شمسية وأظهرن لام فعل المطلقة في نحو قلنا عم وقلنا والتقى إن في الصفات والمخارج اتفق حرفان فالمثلان فيه مع أحق وإن يكونا مخرجا تقاربا وفي الصفات اختلفا يلقبا متقاربين أو يكون اتفقا في نحو قلنا في مخرج دون الصفات حققا بالمتجانسين ثم إن سكن أول كل فالصغير سميا أو حرك الحرفان في كل فكل كل كبير وافهم من هم بالمستل والمد أصلي وفرعي له وسمي أولا طبيعيا وهو ما لا توقف له على سبب ولا بدونه الحروف تستلب بل أي حرف غير همز أو سكون جاء بعد مد فالطبيعي يكون والآخر الفرعي موقوف على سبب كهمز أو سكون مسجلا حروفه 3 فعيها في لفظ من لفظ وحي في نحيها والكسر قبل الياء وقبل الواو ضم شرط وفتح قبل ألف يلتزم واللين منها الياء وواو سكينا إن انفتاح قبل كل أعلنا للمد أحكام 3 تدم وهي الوجوب والجواز واللزوم فواجب إن جاء همز بعد مد في كلمة وذا بمتصل يؤد وجائز قصر وفصل وجائز مد وقصر
وجائز مد وقصر منفصل كل بكلمة وهذا المنفصل ومثل زاء عرض السكون وقفا كتعلمون نستعين أقدم الهمز على المد وذا بدلك آمنوا وإيمانا خذا واللازم إن السكون أصلا وصلا ووقفا بعد مد طويلا أقسام لازم لديهم 4 وتلك كلمي وحرفي معه كلاهما مخفف مثقل فهذه 4 تفصل فإن بكلمة سكون اجتمع مع حرف مد فهو كلمي وقع أو في ثلاثي الحروف وجدا والمد وسطه فحرفي بدا كلاهما مثقل إن أدغما مخفف كل إذا لم يدغما واللازم الحرفي أول السور وجوده وفي ثمن حصر يجمعها حروف كم أحسن نقص وعين ذو وجهين والتل أخص أما سوى الحرف الثلاثي لا ألف فمده مدا طبيعيا ألف وذاك أيضا في فواتح السور في لفظ حي طاهر قاد حصر ويجمع الفواتح 14 سنحس حيرا من قطع كذا اشتهر وتم ذا النظم بحمد الله على تم به بلا تناهي أبياته ند بدل ذنها تاريخها بشرى لمن يتقنها ثم الصلاة والسلام أبدا على ختام الأنبياء أحمد الآل والصحب وكل تابعي وكل قارئ وكل سامع. بارك الله فيك يا عبد الرحمن وأحسن الله إليك ما شاء الله. تهنئة يا عبد الرحمن. سودة حفظ متن تحفة الأطفال سيبقى إجازة إن شاء الله. شكرا. أنا تولي السند أول. جزاك الله خيرا يا عبد الرحمن وبارك الله فيك. شكرا. آمين. بارك الله فيك يا عبد الرحمن.